اهلا بيكم. انا سامية علوبة، هرد برضو على اسئلة بتيجي. في سؤال بيقول انا عندي صوت داخلي دايما بيقلل من نفسي، اتصرف ازاي؟ هقول طبيعي نوعا ما انه احنا دايما قاسيين على نفسنا وبنشوف نفسنا اقل من ما احنا. برضو هقول لكم مثال بسيط بسرعة. في حصص رقص، لما رحت امريكا اول مرة اخد حصة في امريكا، نوع ما كنتش بعمله جاز. انا كنت اصلا بعمل باليه كلاسيك. كنت شايفة نفسي يا خبر ابيض، مالي وحشة كده، مش عارفة اعمل ده، هم بيعملوا كويس قوي. وبعدين من حظي كانوا مصورين الحصة وشفت الفيديو بتاع الحصة، لقيت كل اللي حواليه ما بيعملوش، فما كنتش اوحش واحدة خالص. فده بيتكرر مع ناس كتير، دايما متخيلين نفسنا وحشين. فالصوت اللي داخلي ده برضو نشوف مصدره ايه. ليه مثلا انا جاهلة، مش ناقصة ثقافة في مواضيع معينة. لما بيتكلموا مثلا عن تاريخ مش عارفة تاريخ، بيتكلموا عن سياسة مش عارفة السياسة، اول حاجة اعملها اقوي نفسي في الحتة دي عشان اقدر لما ادخل في الحديث وابقى متمكنة من نفسي. غير كده ايه نقط ضعفي اقويها، لكن دايما اقعد اقول لنفسي لا انتي كويسة، هتبقي احسن وهتبقي احسن. طول ما انا عارفة بعمل المجهود اني اتحسن، لازم اقوي نفسي. انتي كويسة، انتي كويسة، انتي قوية، انتي ناجحة. ما خليش الصوت الداخلي ده يأثر عليا. واعمل بقى حاجات كده، لو كان في مثلا نشاط معين وحاسة نفسي وحشة قوي، طب اتفرج، اصور، اخلي نفسي اتصور مع المجموعة واقارن. هي دي الحاجات اللي ممكن نقارن فيها، نقارن ايه الوضع الكويس وانا فين من اداء الحركي ده. لكن اللي بيفيد جدا كلام النفس والاقتناع بالنفس. الذهن بيأثر قوي على النتيجة. لو اقعد اقول انا وحشة، انا فاشلة، هفشل. لو اقعد اقول انا كويسة، انا هتخطى الصعوبات، انا هتحسن وهتحسن، ده مفيد جدا.